الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفركم فإن تسمية الشهور من تمام الصلاة استغفركم معتدلا صلي فرضا وسبيل فرضين مستقبلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يوم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 كل حمد في كل حمد الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ahmadahu nasalli wa nasallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini kita insyaallah melanjutkan materi dari kemarin subuh, yaitu hadis-hadis mengenai Lailatul Qadar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, yakni mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faedah maksud berdiri di sini adalah salat, juga meliputi bentuk ibadah yang lain seperti berzikir, tilawah dan sebagainya. Kata-kata mengharap pahala maksudnya adalah agar niat seseorang ikhlas dan jauh dari niat-niat buruk dan riya. Seseorang hendaknya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tawadhu, semata-mata mengharapkan ridha dan pahalanya. Menurut Khattabi rahmatullahi alaihi, maksud kalimat itu adalah agar seseorang benar-benar meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, lalu berdiri di hadapannya dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Kita tahu bahwa jika seseorang berkeinginan dan berkeyakinan kuat untuk mendapatkan sesuatu pahala yang besar,
maka ia akan mudah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan semua itu akan terasa ringan baginya. Inilah alasan mengapa para muqarrabin merasa ringan dalam meningkatkan dan memperbanyak ibadah mereka. Dalam hadis di atas penting untuk diperhatikan mengenai dosa-dosa yang akan diampuni. Alim ulama mengatakan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja, sebab setiap ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar selalu disertai dengan lafaz kecuali yang bertaubat. Berkenaan dengan hal ini, alim ulama sepakat bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Sehingga bila ada hadis yang menyatakan tentang dosa-dosa yang diampuni, alim ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ayah saya, semoga Allah merahmatinya dan menerangi kuburnya, pernah mengatakan bahwa ada dua sebab sehingga lafaz kecil tidak disebutkan dalam beberapa hadis tentang pengampunan dosa. Pertama, seorang muslim yang taat tidak akan menanggung dosa besar. Jika ia berbuat dosa besar, ia tidak akan merasa tenang sehingga ia bertaubat pada Allah. Kedua, ketika seorang muslim mengharapkan pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka hatinya akan menyesali dosa-dosanya. Secara langsung ia akan benar-benar bertaubat dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu. Orang yang telah berbuat dosa besar hendaknya benar-benar bertaubat dengan penuh keikhlasan, dengan diikrarkan melalui lisan, yaitu pada malam Lailatul Qadar atau pada saat-saat doa yang makbul, sehingga rahmat Allah tercurah padanya dan dosa-dosanya yang kecil atau besar dan dosa-dosanya yang kecil ataupun besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda melakukannya, maka ingatlah saya dalam doa Anda. Hadis kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba pada kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari memperoleh kebaikan pada malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan kecuali orang-orang yang malang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan telah tiba pada kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan pada malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan pada malam itu kecuali orang-orang yang malang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faidah, siapakah yang dapat meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang malam demi mendapatkan beberapa rupiah saja. Maka apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun beribadah. Kesulitan itu hanya karena kita tidak bergairah dalam mengamalkannya. Apabila ada sedikit keinginan, jangankan satu malam, ratusan malam pun kita akan sanggup berjaga. Meskipun Nabi SAW telah dijamin dengan berbagi kabar gembira, beliau tetap sibuk beribadah sehingga kaki beliau bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai pengikut beliau. Barang siapa yang menghargai pengakuan itu, tentu akan melakukan semuanya dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat, sehingga tidak ada seorang pun yang sempat berkata, siapakah yang sanggup mengikuti ketamakan Rasulullah SAW dalam hal ibadah, dan pada siapakah itu dapat terjadi? Hendaknya dipahami oleh hati kita bahwa orang yang betul-betul ingin meneladani beliau tidak akan sulit baginya untuk menggali sungai susu dari gunung. Sebaliknya, hal ini akan terasa sangat sulit tanpa membereskan sandal seseorang.
Salah satu contoh adalah Umar radhiyallahu anhu yang setelah sholat isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga terdengar azan subuh. Juga Utsman radhiyallahu anhu setelah berpuasa pada siang hari, ia biasa menghabiskan malamnya dengan sholat. Ia tidur sebentar, yaitu pada sebagian awal malam. Di setiap rakaatnya ia mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Dalam syarah Ihya yang diriwayatkan oleh Abu Talib Al-Makki rahmatullahi alaihi secara mutawatir menyebutkan tentang 40 tabi'in yang biasa melakukan salat subuh dengan wudhu salat isya. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita bersemangat pada 10 malam terakhir ini untuk beriktikaf di masjid insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اموات برحمتك ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه